السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة بقى هنعمل معاكم فيديو جميل كده خالص. هنعمل معاكم الكنافة. اول بقى ما هنبدأ بالسيرة. معايا كده ايه؟ كنافة محترمين كده، كيلو كنافة. وهنجيب بقى كده ايه، حطيت بقى اول حاجة هنعملها هنعلق عليها هو السيرة. هننزل بقى بكوبايه كده من كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه، وهنحطه على النار. عايزاه يبقى جميل معايا كده، لا هو تقيل ولا هو خفيف. وهندي بقى رشه كده ايه، عصير ليمون. وهنيجي بقى حاطه عصره كده من الليمون، ونعلقه بقى على النار من غير ما نقلب ولا اي حاجه يا جماعه، على نار هاديه. هنبدأ بقى الكنافة، هنقصقصها كده حتت صغيرة خالص. يعني بصوا كده حاجات بسيطة علشان هنعملها الخرطة بخرطتها ما تكونش مشبكة معايا. هنفتفت بقى معاكم كده واحدة واحدة. والشربات بتاعنا او السيرم على النار ده هنخليه بقى كده ايه، ونشوفه كل شوية لا هو تقيل ولا هو خفيف. وهننزله هو قبل ما يتقل شوية، علشان هو بيتقل اكتر بعد ما بيبرد. اللهم صل على سيدنا محمد. عايزين نصلي على الرسول في الايام المفترجه ديت كل شويه. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويجعله كده يا رب رمضان خير علينا وعليكم ان شاء الله باذن الله. هنبدا بقى واحده واحده كده نعمل فيها، وهنحشيها بقى ايه بالبشر والزبيب. في ناس يا جماعه بتحشيها بالكريمه، والله اللي انتوا حابينه بصراحه. انا هنعملها بالبشر والزبيب، وهنعملها بالايه بالشربات. هنسقيها بالشربات عاديه خالص، زي ايه، الكنافه اللي بتعملها امي، وبتعملها اللي بتعملها جداتكم وامهاتكم وبتاعت زمان. وبعد بقى ما فرفرتها كده وقطعتها حتت صغيره، هننزل كده ايه بكبشه كده من السكر. ودي يا جماعه علشان تمسك في بعضيها. الخطوه ديت اهم خطوه. احنا بس بنقلب اللي فوق، وهو اصلا السكر بينزل من بين الفراغات في الكنافه. ما شاء الله بصراحه. الكيلو الكنافه عامل معايا بصوا ما شاء الله. السكر بقى كده علشان هيخليها تكرمل كده وتمسك في بعضيها. هنبدأ بقى ننزل عليها بالسمنة. سيح كده السمنة حاجة بسيطة، وننزل نشربها من السمنة. سمنة كده تكون حلوة وطعمها حلو. هننزل بقى بيها كده. هي كانت ماسكة في بعضيها، بس انا حاولت ان انا ايه نفككها كده من بعضيها شوية. حطيتها جنب النار. بصوا الكنافة يا جماعة بتحب السمنة كتير. هنبدأ بقى واحدة واحدة كده. بصوا نحاول بقى ان انا ايه نخلي الكنافة كلها تشرب من السمنة. بصوا كده فرق كده في بعضيها. ولو سايحة يبقى افضل، بس هي كانت سايحة شوية، بس ايه متجمدة حبتين. نبدأ بقى كده ايه نفرك في الكنافة مع بعض. هنكمل بقى تقليب فيها. وبعد ما قلبتها كلها في بعضيها كده، هنيجي بصينية كبيرة ونوزعها كلها فيها زي ما هتشوفوا معايا. ادي الصينية دي هندهنها بقى سمنة. هي مكانها كنافة كده هندهنها سمنة. هننزل بقى ايه واحدة واحدة كده. هي قافشة من السمنة، بس هي مفرفرة خالص يا جماعة. هنبدأ بقى نرص كده في الصينية دي، ونعدلها معاكم واحدة واحدة كده مع نفسي، وبعدين نوريكم الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي. هنحط بقى بعد ما عملته كده، هنبدأ بقى بالبشر والزبيب. نحط كده ايه شوية كده من البشر والزبيب. لو عندكم سوداني حطوا. بصراحة هو انا عندي البشر والزبيب ده هو قلت استكفيت بيه زي ما كنا بنعمل. وفي ناس بتعملها اصلا كانت بتعملها كده بالشربات بس. الحمد لله يعني اللي احنا المتواجد عندنا الفضل وعدل من الله. بشر وزبيب. وادي اخر حبة في الكيس بقى ايه هنحاول ان انا ايه نرصهم كده، ومستورة كده معانا الكنافة بتاعتنا. هنبدأ بقى ايه نرص الطبقة التانية ونضغط عليها بصينية او حاجة. هنبدأ بقى زي ما انتوا شايفين كده نضغط على اكتر ما عندنا، علشان تطلع كده ايه مقرمشة ومتساوية ومتحمرة من تحت كلها قد بعضيها. وطبعا اللي هيساعدنا في كده السكر اللي احنا حاطينه والسمنة. بصوا ضغطة كده ايه حلوة.
بصينيه ألمونيا كده تستحمل، واتفرجوا عليها بقى لما تطلع من الفرن. نسوي بقى كله كده. احلى كنافه ممكن تاكلوها ان شاء الله باذن الله، هتطلع جميله بفضل الله. وطلعنا كيلو كنافه، طلعنا صينيه محترمه كده احلى من الجاهز، معموله في بيتنا، مضمونه، بامكانيات على قدنا. هندخلها بقى الفرن. قبل ما ندخل الفرن نسيت اقول لكم حاجه، انا ولعت الفرن ورجعت لكم تاني جري طياره اقول لكم الطروف بتاعتها اضغطوا عليها كده يا جماعه لجوه. بصوا اهم حاجه الطروف تضغطوا عليها. وندخل بقى الفرن، نخليها على الوسط عشان ما تعملش معانا من تحت، وبعد كده نبقى نقلبها. بسم الله ما شاء الله بقى، طلعتها يا جماعه، قلبتها في الصينيه ديت زي ما انتم شايفين كده. وهنمسك بقى الحوافي اللي هنا ديت نمسحها علشان ما تتحرقش معايا، وندخل الوش ده برده تاني الفرن. هنعمل ايه بقى؟ هنبدا ننزلها واحده واحده كده، هنحطها بقى كده. بس هنمسح الحوافي، هاتي هنا نمسح الحوافي. هنبدا بقى كده بالمعلقه ننزل فيها واحده واحده كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده بالظبط، ما شاء الله. وطالعه معايا ناشفه كده ومكرمله. بصوا سامعين الصوت يا جماعه؟ ما شاء الله خالص. هندخل بقى الجزء ده تاني الفرن. هنمسك بقى كده بالايه، بحاجه عشان نخلي بالنا من النار زي ما انتم شايفين كده. بصوا الجزء ده النار كانت عاليه عليه، بس هو كده جميل بسم الله ما شاء الله. انا حابه اللون بتاعها الذهبي ده. هندخل بقى ده تاني الفرن. هنبدا بقى نقلب فيها يمين وشمال زي ما انتم شايفين، طالعه معايا زي العسل كده من على الوشين. هنبدا بقى واحده واحده كده. بصوا واحده واحده بقى كده وهي سخنه علشان تبقى طريه معايا. والسيرم هادي ما شاء الله، وهي سخنه كده. والسيرم هادي، لو هما الاتنين سخنين هتنشف معايا. حاول انا بقى نغرق فيها كده من كل ناحيه الشربات. بسم الله ما شاء الله. بصوا شربت معايا كل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا نبدا بقى اللي انا ايه، نعمل يمين وشمال كده علشان تشرب معايا وتكون طريه. في الحاله ديت بقى ايه هنعمل ايه، هنغطي عليها علشان تتكمل معايا، نوريكم شكلها عامل ازاي. وزي ما انتم شايفين بقى دي صينيه الكنافه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ما شاء الله عليها. هنبدا بقى كده ايه نقطع بده كده. بصوا سامعين الخرمشه؟ سامعين يا جماعه؟ بصوا وطريه بقى. بصوا في الحته دي، بصوا الطراوه. احنا مش عايزينها بقى تكون معجنه معانا، احنا عايزينها كده تكون بسم الله ما شاء الله. ولادي بقى يا جماعه ربنا يحفظهم بيعملوا حاجات كده مش عايزه اقول لكم. قلبي في الاشتراك واللايك والشير، ويا رب تكون كل فيديوهاتي بتعجبكم. بصوا كده معايا ما شاء الله عليها. يا رب تكون كل فيديوهاته بتعجبكم، ويا رب يكون كل اللي انا بنعمله بيعجبكم، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. ما تنسونوش في الاشتراك واللايك والشير. طبعا انا عايزاكم تفعلوا زر الجرس تفعيل للكل. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.